السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباب الغاليين. بنسمع في الإنجليزي عن حاجة اسمها silent letters، حروف صامتة. طب يا ترى دي ظاهرة لغوية موجودة بس في الإنجليزي؟ لا طبعا، موجودة كمان في العربي. عندنا مثلا الشمسية والقمرية. الشمسية تكتب ولا تنطق زي الشمس، بالذات لو جاء بعد الألف واللام حرف مشدد. السماء، الطبيب، في الحالة ديت اللام كتبت ولكن لم تنطق. نفس الموضوع بيحصل في الانجليزي بس على وسع شويه. كلمه مثلا زي كلمه ايه؟ شايفين؟ اول كلمه اسمها، نقول مع بعض empty. تاني هنقولها empty. الكلمه الثانيه هنقولها exactly. طب يا ترى نطقناها بالطريقه دي ليه؟ يا ترى الحروف ديت صامته ليه؟ الحروف دي صامتة علشان تسهل النطق. يعني مثلا لو جيت انطق في كلمة empty، هلاحظ ان انا عندي empty. البي والام الاثنين بيخرجوا من الشفتين، باليبيال، الاثنين بيخرجوا من الشفتين. ففي الحالة دي عشان اقول ما ام الاثنين بالشفتين، هنطقهم ازاي ورا بعض؟ صعبة جدا، كان لازم في حرف متحرك في النص والا حرف متحرك بعده ممكن اقولها امبيتي. ففي الحالة دي دخلت اي او اي بين البي وبين التي، وطبعا كده غلط. لا، انا علشان الاثنين النطق بتاعهم متقارب جدا، الاثنين بالشفتين، فمش هينفع انطقهم الاثنين، هنطق واحدة بس الاقوى فيهم وهي الام، فاقولها امتي. فطبعا هنا فهمنا ليه هي صامتة، علشان تسهيل النطق. تمام؟ ممكن يبقى في كلمه زي كده كلمه empty، وفي الحاله دي الحرف داخل جوه الكلمه، او ان انا لما اضيف ly هيحصل حاجه اسمها consonant cluster، يعني مجموعه حروف ساكنه ورا بعضها. وقلنا طبعا الصعوبه في الحروف الساكنه ان هي لازم طرف من اللسان او جزء من اللسان يلمس جزء من الفم، فطبعا بيحصل حاله سكون. فالانتقال من الحرف للحرف ده محتاج حرف فاول، صوت فاول او حرف صوت متحرك عشان ينتقل من هنا لهنا. فالكلمه الثانيه هقولها ايه يا شباب؟ هقولها exactly مش exactly، لا exactly mostly، وهكذا. نروح للنقطه الثانيه. طب انا عندي يا ترى ينفع احذف الحرف الصامت ده؟ ملوش لازمه ولا ايه يا جدعان؟ لا ليه لازمه طبعا. تعالوا نشوف كده كلمتين عندي اهوت، مركزين معايا. الكلمه الاولانيه اسمها not، الكلمة الثانية اسمها not برضو. طب الكي سايلنت ليه؟ قلنا الك، صوت الك من ورا خالص في الفم من ورا ك، والان من قدام شوية، فصعب ان انا اقولها كنوت، كنا صعبة جدا. فطبعا الاولى ان انا مش هنطق الك اللي هي بنسميها فويسلس خفيفة، وهنطق الان اللي هي قوية بس هتنطق نفس نطق النوت. طب دلوقتي انا ممكن اتلخبط في المعنى؟ لا مش هتلخبط خالص، لان مكان الكلمه في الجمله هو اللي هيوضح لك ايه الكلمه دي. تمام؟ وفي الكتابه طبعا كده الحرف مكتوب، فواضح ان الكلمه دي مختلفه عن الكلمه الثانيه. كده فهمنا يعني ايه حروف صامته، وهي صامته ليه، والحاجه الثانيه ازاي ما تلخبطش في معناها، ولو سمعتها هتبقى مكانها في الجمله يحدد لي معناها، ولو شفتها مكتوبه اكيد هفهم معناها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.